أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 61. النهاردة هتكلم معاكم: هل الأسقف يؤنس أسقف أسيوط هو رجل الله أم هو رجل بعل، رجل شيطان بيعبد الشيطان وماشي ورا الشيطان والشعب ماشي وراه؟ هل هو رجل الله فعلا عشان ما نكونش ظالمين الراجل ده، ولا هو إيه؟ عشان نعرف الكلام ده لازم نشوف النتائج اللي بتحصل. إيه النتائج اللي بتحصل؟ الأسقف يؤنس في عصره هو دخل التمثال بتاع العذراء الكبير، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية معترضة اعتراض كامل على الكاثوليك اللي بيحطوا تماثيل داخل الكنيسة، وكانوا بيقولوا كده نصا: اللي بيحط تمثال داخل بيت ربنا بيحط إله. فمن فمك تدان أيها الإنسان، من فمك تدان يا أيتها الكنيسة الأرثوذكسية، من فم رجال الدين بتوعك. فعلشان نعرف الأسقف يؤنس ده هو رجل الله ولا رجل شيطان، لازم نشوف ايه شروط الاسقف في الانجيل. افتح معايا كده رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل تيموثاوس اصحاح 3 من عدد 1. اسمع كده: صادقة هي الكلمة، ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا فيجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة. يعني لو حد عايز يخش الاسقفية لازم يكون بلا لوم وبعل امرأة واحدة، يتجوز يعني واحدة، صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالح التعليم غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طماع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا معجب ولا محب آسف للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لئلا يتصلب فيسقط في دينونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. دي شروط الأسقف، لازم يكون متجوز. واحد يطلع كده فيلسوف يقول لي هو اتجوز الكنيسة. لا، هو مش متجوز الكنيسة، الكنيسة عروسة المسيح. لما تقول الكلام ده يبقى كده هو بيزني مع المسيح، وعيب الكلام ده. الكنيسة متجوزها المسيح، جماعة المؤمنين. أما هو المفروض يتجوز واحدة ست ويكون عنده اولاد في الخضوع. ربنا اداله اولاد، امين، ما ادالوش يكون ليه بيته مراته ويعتني بيها. لو واحد مش عارف يعتني ببيته ومراته وعياله، ازاي هيكون راعي على شعب ربنا؟ ده الكلام المكتوب في الانجيل. طيب لو الاسقف رفض وعايز يعيش راهب، اسمع كده بقى حكم ربنا عليه في رسالة يوحنا الرسول الاولى الى اهل تيموثاوس صح 4: ولكن الروح يقول صريحا، الروح القدس بيقول بصراحة: إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. فعلا الكلام ده حصل سنة 100 ميلادية، 200، 300، 325 ميلاديا. كان كل الأساقفة في الكنيسة الأرثوذكسية كانوا بيتجوزوا، كان عندهم أولاد. أول ما جه مجمع نيقيا، في آخر المجمع دخل الأنبا أنطونيوس، ده الكلام ده في كتاب بستان الرهبان الجزء الأول. دخل أنبا أنطونيوس وراح بخ فيهم إن يخلي الأسقف راهب. سمعوا كلامه وادوا قرار ان الاسقف يكون راهب. ومن ساعتها، من سنه 325 ميلاديا، بعد ما طلع القرار ده واول اسقف جه بعدها، بقى مرتد على الايمان. للاسف الشديد بقى الروح يقول كده صريحا انه مرتد على الايمان. ايه اللي يرتد على الايمان؟ اسمع كده، اقرا معايا: ولكن الروح يقول صريحا انه في الازمنه الاخيره يرتد قوم على الايمان، هيكونوا مؤمنين ويرتدوا تابعين ارواحا مضله، بيتبعوا ارواح مضله وتعاليم شياطين، في رياء، أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتنال بشكر من المؤمنين وعارف الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذ أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تبعته. وأما الخرافات دانسة العجزية فارفضها وروض نفسك للتقوى. ده كلام الرب كده من اول 325 ميلاديا. كل الاساقفه اللي دخلوا بعد كده ارتدوا على الايمان، بما فيهم الانبا اثناسيوس. المهم، خلينا في يؤنس عشان نعرف هو رجل الله ولا لا. كده الاسقف يؤنس اسقف اسيوط هو مرتد عن الايمان. ومش بس كده، وتابع ارواح مضله. ومش بس كده، وتعاليم شياطين. طب ايه الارواح المضله اللي تابعها الراجل وايه تعليم الشياطين؟ تعاليم الشياطين هي عكس كلام ربنا. يعني ربنا قايل في خروج 20
عدد 4: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك لا غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من بغضية، وأصنع إحسان الألوف من محبيه وحافظي وصاياي. فالأسقف يؤنس، وكل أسقف طبعا أنا بتكلم على الأسقف يؤنس، وطبعا ده ينطبق على كل الأساقفة بما فيهم الأسقف تواضرس. فالأسقف يؤنس لأنه ماشي ورا تعاليم شياطين، دي النتيجة أهي، وضميره موسوم، ومش بس كده، وفي رياء مرائي، وهو تابع أرواح مضلة. فعمل إيه؟ عمل التمثال بتاع العذراء وحطه داخل الكنيسة، رغم إن هم كانوا قايلين وحاكمين على الكنيسة الكاثوليكية قبل كده، فالكلام ده ليهم هم برضه. وعمل إله من العذراء مريم وحطه داخل الكنيسة الأرثوذكسية، أطنان كل الناس بتروح تعبده. ده الأسقف يؤنس. الأسقف يؤنس للأسف الشديد بيقعد يرنم للعذراء. الترانيم دي عبادة، ولما ترنم للعذراء انت كده بتعبد العذراء، عكس كلام المسيح. هو بص، خلاص طول ما الأسقف ارتد على الإيمان وطول ما هو تبع روح مضلة وتعليم شياطين، تأكد ان كل تعاليمه لو رجعتها في الإنجيل عكس كلام الإنجيل. فالح بس حاطط لي حمامة هنا وحمامة هنا وماشي بيها يتمظهر. عايز تبقى بتاع حمام تروح تربي حمام، بس خليك في الانجيل. ارجع وتوب، روح اتجوز ونفذ كلام المسيح. الاسقف لازم يكون متجوز. شيل الصنم اللي عندك بتاع العذراء اللي انت حاطه دوت، اللي مليان ارواح مضله بتضل بيه الناس، وكسره وارميه في الزباله. شيل الصور، لان الوصيه بتاعت المسيح واضحه جدا. بص عزيزي المشاهد، يعني افتح معايا كمان تثنية 4. الرب فيها بيقول بوضوح ان موجود الصور دي عندك داخل الاماكن دي، ده فساد. افتح كده معايا تثنية 4 وعدد 18. يقول كده: فاحتفظوا جدا لانفسكم فانكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حوريب من وسط النار، لئلا تفسدوا وتعملوا لانفسكم تمثالا منحوتا، صورة مثال ما شبيه ذكر او انثى، شبيه بهيمة، ما مما على الأرض، شبيه طير ما ذي جناح مما يطير في السماء. بيوضح كده في عدد 19: وإلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم. كل ده، كل اللي انت بتعمله ده، بيقول لك اوعى تفسد وتعمل تمثال. لكن الأسقف يؤنس للأسف الشديد فاسد حسب كلمة ربنا، فاسد وعمل تمثال منحوت، فاسد وعامل صور، فاسد وبيعبد العذراء، فاسد وبيعبد القديسين، فاسد وبيخلي الناس تعبده وتديله مطانية كاملة، وعكس كلام المسيح. بطرس الرسول اللي انتوا بتقولوا يا كنيسة يا أرثوذكسية فاسدة احنا استلمنا من الرسل، أنا الرسل استلمته منها. أعمال الرسل 10، بطرس الرسول راح قعد مع كرنيليوس اللي راح يكلمه على كلمة ربنا، جه يسجد له احتراما مش عبادة. بطرس قومه قال له: قم أنا أيضا إنسان. قوم يا عم، أنا إنسان. أنا تعاليم استلمتوها دي، تعاليم مين اللي استلمتوها؟ يا كنيسة فاسدة، كنيسة أرثوذكسية فاسدة، تعاليم مين اللي استلمتوها؟ يا أسقف يؤنس أنت راجل مرتد عن الإيمان، تابع أرواح مضلة، تعاليم شياطين. للأسف الشديد توب وارجع للمسيح قبل ما تموت وتروح النار جنب الأسقف شنودة وكرولوس. توب قبل ما تروح مع الأساقفة اللي هم ارتدوا على الإيمان ورفضوا كلام ربنا ورفضوا ان يتجوزوا وكسروا كلام ربنا علشان يرضوا الكنيسة الأرثوذكسية الزانية روحيا بعبادتها للعذراء والقديسين والملائكة والصليب والخبز والخمر. دي دعوة ليك، دعوة ليك يا شعب ربنا. اسمع الكلام ده وركز فيه قوي. تثنية 4 وعدد 3. اسمع كده عشان ما اطولش عليك. أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب ببعل فغور، إن كل من ذهب وراء بعل فغور أبادوا الرب إلهكم من وسطكم. كل اللي بيمشي ورا الآلهة دي الله بيبيده. وده اللي بيحصل للمسيحيين في مصر وخاصة الكنيسة الأرثوذكسية. الرب عمالك يبيد فيهم، كل شوية بيبيد فيهم. شوف عددكم، شوف العدد كان قد إيه. كان مصر كلها كانت دولة مسيحية، بص دلوقتي انتوا بيتوا قد إيه. حرام عليكم، توبوا وارجعوا للمسيح. توبوا، ما تتبعوش الأساقفة المرتدة على الإيمان دي. روحوا قولوا لهم
الانجيل بيقول رساله يوحنا بولس الرسول الاولى الى اهل تيموثاوس اصحاح 3 و4 ان الاسقف لازم يكون متجوز، ولو مش متجوز يبقى مرتد على الايمان وبيتبع روح مضله وتعليم شياطين، وانت خليتنا نتبع روح مضله وتعليم شياطين. كسرنا وصايا ربنا وعملت لنا تمثال وخليتنا نعبد العذراء ونبخل لها ونسجد لها ونصوم ليها، وشجعتنا على قله الادب والفساد الروحي اللي احنا نعمله والزنا الروحي، وزعلت مننا ربنا على الفاضي. ليه؟ خلينا نرجع لربنا، نرجع للمسيح ونقول له يا رب سامحنا ان احنا عبدنا العذراء، سامحنا ان مشينا ورا اسقف مرتد زي كده مش عايز يتوب، فاسد وفسدنا معاه. احنا بنتوب يا رب تعالى ونضفنا. اللي بيفسد هيكل ربنا ربنا بيفسده. عايزين المشاهد، دي دعوة ليك النهاردة، ما تتبعش الأساقفة المرتدة. الأسقف يؤنس هو مرتد على الإيمان. تابع روح مضلة وتعليم شياطين، راجع كل تعليمه على الإنجيل هتلاقيها عكس كلام المسيح. المسيح يقول اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب لك تسجد وتعبد، هو يخليك تسجد ليه وتسجد للقساوسه وتسجد للتمثال وتسجد للعذراء وتسجد لكل اجناد السماء. ليه؟ عكس كلام المسيح. بطرس الرسول تلميذ المسيح لو بيقولوا احنا استلمنا منهم الكذابين دولت، للاسف الشديد رفض السجود احتراما. لكن علشان تشوف ده تعاليمه صح ولا لا لازم ترجع للكلام ده. حتى بولس قال ان بشرناكم احنا او ملاك غير ما بشرناكم بيه يكون عندكم اناثيما. ما تسمعش الكلام ده. عندنا الكلمة النبوية هي اثبت. ارجع للانجيل لكلام ربنا وتوب. سلام.